اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير ودومكم بخير، ورجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله. اليوم الفيديو تحبوه. قبل ما نبدي الفيديو خلونا لايك من ايديكم الحلوة واشتراك بالقناة إذا كنتم ما مشتركين. حبيت أرحب بالمشتركين القديمين والجديدين وأقول لهم كل الهلا بكم قناتي، وإن شاء الله تعجبكم قناتي. طبعا قناتي منوعة بكل شي بنات، يعني ما مخصصة لا للطبخ ولا الحلويات ولا يعني الروتينات، يعني ايش تريدون بيها. نوبات لا والله يجوز ما أقدر أنزلكم فيديوهات مثل يومية أو يوم ويوم، بس إن شاء الله راح اللي أقدر عليه أسوي. مثل تعرفون هسه مدارس وامتحانات، بس هسه لا الحمد لله قعدوا ما عندهم شي عطلة. إن شاء الله هاي العطلة راح أصور بيها يعني أشياء تحبوها. وهسه نبدي بالفيديو. طبعا أنا أول ما قعدت الصبح تقريبا طلعت عندي سمش، طلعته من المجمدة، وهنا جيت عجنت الساعة ب11. يعني أنا كله أعجن ب11، ما أعجن يعني على مود يختمر بالوحدة ناكله خبز حار. فأنا هذين السمكات مالاتي طبعا تقريبا طلعتهن والله ب6:30، رجعت يعني نمت. فجيت لقيتهن بعد جامدة، تعرفون يعني لأن الجو بارد، وانتظرت لمن يموعن. غسلتهن غسلة زينة وقصصتهن، ملحتهن حطيتهن الكركم، وقبل يعني ما أقلي رحت خبزت. هنا جيت تقريبا قبل الوحدة، جيت لقيت العجين ما شاء الله مختمر. هنا خبزت. طبعا آسفة إذا ما أصور لكم شلون أخبز، لأن بنات ما أقدر أصور لكم أطلع هواي بالفيديو، نوبات أجرب بس أطلع هواي وأمسحه. فهنا هسه راح أقلي السمك. طبعا حبيت أشارككم هذا اليوم، طبعا هاي قبل العطلة بنات، وهسه هم صورت لكم فيديو إن شاء الله راح أنزله لكم. أشوف يا يوم أنزله لكم. هنا سويت لهم تمن أحمر. وطبعا أكيد سهمكم العافية. طبعا بعد هنا الفراش مالت الصالة، بس ما صورت لكم شلون يعني شلت الفراش كليته وشريته ومسحت القاع. بنات ليش شلت الفراش؟ حيل اختنقت. تعرفون ذيك الأيام شلون كانت يعني زين الجو، هسه لا والله باردة كلش باردة. فأنا لما أشوف يعني الجو يدفى وشمس أشر الفراش أكنس قاع أمسحها. فأقول هاي فرصة. نبات تعرفون يعني مطر وبرد ما نقدر يعني نسوي نشيل فراش أو نمسح، بس يعني نكنس نقدر. طلعت هاي الخلاط همه، فهسه لا رجعت ضميت حسيت يعني كونتر صار هو. وطبعا بنات حبيت أشارككم طريقتي بالتمن. طبعا هنا مثل ما تشوفون راح أسوي 3 قلاصات. هنا عندي هذا قياس 3 قلاصات تمن. تمن مال الوجبة، أو تردون تمن عنبر بعد يصير أطيب. فهنا عشان بنات راح أغسله. وطبعا بعد ما غسلته غسلة زينة بنات، هنا راح شو أسوي؟ هسه راح أصفيه كلش يعني غسله، وراح أضيف له المي. مثل ما تشوفون 3 قلاصات مي، قياس التمن اللي خليته. وهسه من بعد راح أخلي قلاص ونص زيادة، يعني كل قلاص تخلين نص قلاص زيادة. وراح هنا تقريبا أخليه ساعة كاملة أنقعه وأرجع أطبخه. هنا راح أسوي الحشوة. هاي الدلية تقريبا هنا نص ربع. فشنو بنات أنا ثرمته كله يعني بيدي اللية واللحم، قلت أحسن ما أثرمه بمحضرة الطعام شوية يعني المرد. فهنا شنو أنا حتى يعني بالدوامة أثرمه بيدي، ما أحب أثرمه بمحضرة الطعام. بس اللية حمسة زينة، بس هنا هم ضفت زيت يعني تقريبا خشوتين زيت على مود ما تلزق عندي. وحمست اللحم. وهسه راح هنا سويت طبعا بصل محضرة الطعام شوي يعني ريته ناعم كلش ناعم، أحب البصل يصير ناعم بالحشوة. فهنا هم بديت مثل ما تشوفون هنا أحمس بيه. وهسه أنا ضفت البهارات. طبعا هنا ضفت بهارات جدر وكاري وفلفل أسود. هاي بهارات مرقة الدجاج بنات، مو نفس مالت العفو، هاي مالت اللحم مو طيب، بس مالت الدجاج كلش طيبة. فهنا شنو ضفت الملح، آخر شي ضفت الملح.
وها هي بعد كل شي ما راح أضيف. وهسه راح هنا مثل ما تشوفون حمسته. آخر شي هنا عندك رفز جامد، يعني ثارمته ومجمدته، ما عندي يعني كرفس، فقلت ليش ما أخلي جامد عاد هم يصير. فهنا حمسته حمسة خفيفة مو هواية. وهسه راح انتظر الحشوة تبرد على مود أسوي التمن. هنا عندي التمن، طبعا هنا سويت خلطة مال بهارات، هم بهارات كاري وفلفل أسود وكركم، وهنا ضفت تقريبا حبايتين بوتيتة. بعد ما خليته على الطباخ وهدرته، وهسه مثل شو هو حار. طبعا شوفوا هنا شلون صار لين. راح أخليه بمحضرة الطعام، وإذا عندك مثلا مثرامة بعد وهسه أنا راح أسوي محضرة الطعام. بنات ماكو هيجي يعني محضرة الطعام تسويه يعني كلش لين وما تخلي بيه يعني التمناية حب أبد. فأنا أكثر شي يعني أسويه أخليه هسه شوفوا شلون الطريقة الثانية أسوي بيها. بس هاي المرة حبيت أسويها بمحضرة الطعام. شوف بنات ما شاء الله شلون صار. بقى بس النشا، خير شي أضيف النشا، هسه ما راح أضيف نشا. طبعا شوفوا هنا هاي الطريقة الثانية. إذا ما عندك مثلا محضرة الطعام أو مثرامة، تقدرين هو حار بنات تخلينه بعلاقة أو هنا شوفين، فتبدين تعجنينه بهاي الطريقة. إذا كلش حار خلي وصله فوق العلاقة عادي وبقي يعني عجني بيه. شوف شلون يصير لين وبهاي الطريقة. فهنا هم ضفت قد ما تضيفين نشا ما علي شي بنات، لا يصير مر ولا يخرب. إذا يعني التمن تشوفينه مالتك صار شوية لين ضيفي نشا. بالعكس النشا يعني يعطي طعم للكبة كلش طيب، وهم نفس الوقت من تقلينها ما تتفلش عندك وما تخلينها بالمجمدة هم تخرب. وهاي الحشوة هنا عندنا كملت. العفو بردت يعني كنت خليتها تبرد. يلا لف الكبة. طبعا يعني بنات احكي لكم الصدق، يعني تعرفون احكي بصراحة انا دايما بالقناة يعني اذا شي ما اعرفه اقول لكم. انا كنت ابد ما اعرفه الف الكبة، بس شوي شوية بديت اتعلم. هواي كنت ادور والله قوالب مال كبة اجيبهن يعني او اسويهن بالبيت، فما ينجحن عندي. فشوي شوي واحد يتعلم، مو شرط اللي يعني تردين الشي بساعة يصير. أنا بالنسبة لي كنت حتى يعني ما أعرف أخبز أول ما تزوجت، ما أعرف يعني من دون أخواتي، بس أنا ما أعرف أخبز. بس قلت لا لازم أتعلم لأن صرت بعد كنت أخبز والله. كنت عندي عيال يعني كنت أنا عازة يعني أخبز الجالي، بس مو أشوف يعني الخبز متعب هوسة. فلين ما خبزت عند أهلي كانت أختي الصغيرة تخبز وأنا ما أخبز، يعني أنا عليه الترتيب التنظيف مخليني، بس ما يدرون بيا كنت كلش أخاف من التنوع. فمشيت بالبيت لا الحمد لله والشكر شوية شوية كان يعني خبز مو شي. فهسه لا الحمد لله والشكر بديت يعني أتعلم شوي شوي. واحد يتعلم ولازم واحد يعني ما يسرع بشي. هسه مثل ما تشوفون هنا أنا الكبة مالتي حتى يعني من لفتها مو مال وحدة يعني متعلمة صار لها هواية يعني تلف كبة لا، بس أشوفها يعني هسه مالتي مقبولة. مو البنات قولولنا منو بيكم ما يعرف يلف كبة؟ لا يخاف، خليه يخربها مرة مرتين ويبدي يتعلم، أحسن ما واحد يحكي عليك ويقول فلانة ما تعرف تلف كبة، فلانة ما تعرف تخبز. وتظل يعني تبيع بطولات براسك. فأنت شنو تصيري سباعية تعلمي لف كبة وخبزي وعجني، ولا تخلين العالم تشمت بيك. بس بنات أنا دزن يعني الثنين صعبات كانن عندي، بس لا والله كنت قبل من زمان أنا من كنت عند أهلي يعني طبخي كلها يعني تحكي بيه. فمن تزوجت الحمد لله والشكر كله أنا يعني الحمد لله والشكر طبخي درجة أولى. فأعرف أطبخ، ماكو طبخة إذا أخليها ببالي ما أسويها. مو جاي يعني أحمد بنفسي لا، بس يعني قلت لكم بنات واحد لازم بس أحترف. يعني أنا الكبة كنت موشي بيها والخبز، فهسه لا الحمد لله والشكر شوي شوي واحد لأن هاي الاثنين أنا ما بسيتن عند أهلي. فإذا شغلة ما بسيتها عند أهلك ما تتعلميها تبقى يعني بصعوبة. هسه أنا والله حتى يعني جاية أعلم بناتي أجيني يتعلمن عندي ولا تتعلمن من غيري. وهنا كملت كبتنا وشفتوها شلون صارت. الحمد لله والشكر على النعمة وكيس سهمكم العافية. ويا رب اليوم عجبكم الفيديو استفاديتوا منه. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامة.